ياسر طاهر بيتصل. طب ما ترد يا عم، شوفه عايز ايه. مساء الفل يا ياسر، طمنا عليك. مالك يا ابني؟ صوتك ماله؟ طب اهدى بس شوية، اهدى. لا اله الا الله، البقاء والدوام لله حبيبي، ربنا يرحمها ويثبتها عند السؤال. خير يا ابني، في ايه؟ طيب على طول هبلغ مصطفى وابراهيم ونجيلك مسافة السكة. سلام. الواد ياسر امه توفت النهارده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله يرحمها. لا اله الا الله، ان شاء الله في الجنة. طيب يلا كل واحد فيكم يروح يغير، ونص ساعة ونتجمع هنا تاني. دفنة في الشرقية ويدوب نلحق. خلاص ماشي تمام. خلاص تمام. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله يا جدعان. توكلنا على الله. بقول لك ايه يا ابو حميد، هو معقول هيدفنوه متأخر كده؟ هو قال لي كده، على الله نلحق الدفن. يعني يا جدعان بعد الليلة المرعبة دي وكمان نطلع المقابر بالليل؟ بس بقى يا ابني مات شوية، ده واجب. يا عم انا ما قلتش حاجة، بس ربنا يستر. بصراحة احمد عنده حق، انا كمان مش مطمن. ليا ذكريات مرعبة في الشرقية ما بحبش افتكرها بصراحة. ربنا يستر. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر. بقال الله، بقال الله، بقال الله، بقال الله، بقال الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمها. هي كانت تعبانة ولا ايه؟ لا، ماتت موتة ربنا. الله يرحمها ويصبر ياسر، كان روحه فيها. ربنا يصبر والله، الواحد عارف إن الفرقة صعب، بس إن شاء الله أكيد هي في مكان أحسن بكتير. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا رجالة؟ الوقت متأخر. انا مش فارق معايا، لو عايزين نركب ونرجع يلا. والله وأنا عايز أمشي من البلد دي بصراحة، قلبي مقبوض ومش مرتاح، بس أنا جعان، تعالى ناكل ونمشي. لا، انا ماليش نفس، كلوا انتوا لو عايزين. بصراحة انا هموت على فنجان قهوة. خلاص روحوا انتوا القهوة اللي على اول الشارع، وانا شوية كده وهحصلكم. يا عم أحمد سيبها على الله، دي سنة الحياة وكلنا لها، أنت أكتر واحد عارف الكلام ده. ونعم بالله. خلاص يا عم، بلاها اكل وقهوة. درش يحكي لنا موضوع الشرقية اللي مخبي علينا ده. ده حوار كده حصل لي من 5 سنين، بس حوار نفسي يتمسح من ذاكرتي نهائي يا جدعان. طب ما تحكي يا عم، اهي فرصة نسمع قصة تليق بالمكان ده. يا عم احنا في ولا في انت كمان؟ بقول لكم ايه، انا هحكي عشان احمد بس يفصل من اللي هو فيه. انا بس صعبان عليا الواد ياسر قوي. عموما زي ما انتوا عايزين، تعالوا بس نقعد على جنب هنا. خدوا بالكم محدش يدوس برجليه على القبور، وارموا السلام على اهل المكان، ومحدش يعلي صوته يا رجاله. السلام عليكم يا اهل المكان. ادينا قعدنا، يلا يا درش رعبنا اكتر ما احنا مرعوبين. بصوا، الحكاية دي غريبة شوية، ويمكن لما كانتش حصلت معايا ما كنتش صدقتها، بس خليكم فاكرين انتوا اللي صممتوا ان انا احكي. توكلنا على الله. طول عمري بشوف ناس كتير بيهتموا بعالم الأرواح والجن والماورائيات، العالم الغامض بالنسبة للبشر، اللي ليه قواعد تعتبر عكس قواعد عالمنا تماما.
كنت دايما بسمع ان اللي بيحاول يدخل العالم ده لازم يبقى عارف قوانينه وقواعده كويس، لانه لو ما اخدش احتياطاته حياته هتبقى جحيم. الحكاية بدأت من حوالي 7 سنين. وقتها زينب بنت خالي كانت وصلت لسن 40 من غير جواز. كل خطوباتها كانت بتفشل بعد فترة بسيطة، وما كانت من الناس اللي ماشية ورا سكة الدجالين والعرافين. كانت دايما بتاخدها الناس تشوف لو معمول لها عمل أو سحر. المهم بعد محاولات دامت لسنين اتقدم لها تاجر اسمه عادل عنده 55 سنة، راجل من الناس العصاميين اللي جايبينها من تحت دول. ما كانش مكمل تعليم واشتغل من وهو صغير، وكل لما كنت اشوفه الاقيه بيتخانق في التليفون مع واحد من صبيانه، بيتاجر في كل حاجة واي حاجة. هي كانت رافضة زي ما بتقول بسبب فرق الثقافات والكلام ده، بس امها ضغطت عليها لحد لما وافقت، واتجوزوا بعد اقل من 3 شهور. بعد سنة من جوازهم من غير خلفة بدأ الحاج عادل ياخد زينب ويعمل لها فحوصات. جرب كل حاجة وكل طريقة علشان نفسه في عيل يشيل اسمه، وطبعا مرات خالي ما سابتش الفرصة دي، لفت بيها على كل دجالين البلد علشان يعالجوها. اصل هي كانت من وجهة نظرها ان عدلها جالها بسبب الناس المبروكة دي، بس كل ده كان من غير فايدة. المهم دخل الحاج عادل في صفقة وكان معاه شركة فيها. هو دايما ما كانش بيجازف بفلوسه، وهوب يا رجالة الصفقة انهارت بمعنى الكلمة. الراجل اللي كان هيدخله معاه في الصفقة مات، وطلع عليه ديون كتير. يعني من الآخر الحاج عادل اتنصب عليه. الدنيا اتقلبت عليه من الشركة اللي معاه، وبقى كل يوم في مشكلة وخناقة، وكان بيطلع غضبه على بنت خالي. وفي يوم قال لها انه مسافر السويس سفرية شغل، وده كان آخر يوم شوفنا فيه الحاج عادل. تاني يوم من سفره جالنا خبر ان عربيته انقلبت في حتة مقطوعة على الطريق وولعت، لدرجة انهم ما قدروش يلاقوا بقايا جثته من كتر ما النار اكلتها. جالنا الخبر وكانت صدمة لينا كلنا. يمكن زينب بنت خالي كانت متأثرة بس مش بالشكل اللي ممكن تحسه من زوجها لزوجها اللي مات. ما استغربتش كتير، قلت يمكن بسبب المشاكل واللي كان بيحصل بينهم في اخر الايام. المهم بعد لما العزا خلص سمعت كلام من خالي لأمي إن الحاج عادل عنده أملاك كتير محدش يعرف عنها حاجة، وإنهم هيكلموا المحامي بتاعه علشان يعرفوا إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. ده غير كمان موضوع الصفقة اللي فشلت والديون اللي اتراكمت عليه. ورحنا للمحامي أنا وخالي وزينب. المحامي قال لنا إن الوضع صعب والديون كتير على الحاج عادل. المشكلة إن المحامي ما كانش عنده فكرة عن أملاكه، هو كان بيعمل له العقود والكلام ده بس. قعدنا ندور في أوراقه وفي كل مكان ممكن، بس ما وصلناش لحاجة. واحنا بندور لقيت ظرف مكتوب عليه إلى زوجتي زينب يفتح بعد وفاتي. اديته لبنت خالي علشان تشوفه، وفتحت الظرف. كان جواب غريب قوي. كان الحاج عادل كاتب فيه المشاكل اللي قابلته آخر فترة، وكان بيعتذر لها على طريقته معاها، وإنه زعلان من نفسه إنه هيسيبها غرقانة في الديون، كأنه بالظبط كان عارف اللي هيحصل له. بس العجيب إنه حتى في الجواب ده ما كتبش هو عنده أملاك إيه والكلام ده. قعدنا فترة في مشاكل مع الديانة. باعت بنت خالي الشقة اللي كانت عايشة فيها، عايز أقول لكم ما سدتش ربع ديونه. وفي الوقت ده جه دور مرات خالي وأفكارها الشيطانية. من ضمن معارفها كان شيخ زي ما بتقول يعني في الشرقية اسمه شيخون. كانت متخيلة إن ببركاته هيكون عنده الحل اللي نقدر بيه نعرف أملاك الحاج عادل. خالي ما كانش بيطوعها في الكلام ده، بس بعد اللي شافه من ديون الحاج عادل وافق، وطلب مني إن أروح معاهم، وعلشان ما زعلش أمي وافقت. وقد كان. وصلنا لقرية اسمها صان الحجر في مركز الحسينية. طبعا عايز أقول لكم نزلنا من العربية ومشينا حوالي كيلو علشان نوصل لبيت الشيخ شيخون. كان بيت من بيوت الرعب اللي بنشوفها في الأفلام، لوحده وسط أرض بور، شكله يقبض القلب. ما كانش في حد في استقبالنا، بس الباب كان مفتوح. دخلنا أوضة شكلها كئيب،
نورها خافت وفاضية مفيهاش شباك ولا منفذ غير الباب. كان في نصها ترابيزة على شكل بيضاوي وحواليها 5 كراسي، وعلى الترابيزة شمعدان فيه 5 شمعات مطفيين وورقة وقلم، وكان في طبق عليه عيش متقطع ومطبقية فيها شوربة وجنبها خضرة كتير، فجل وبصل أخضر وجرجير. بصراحة أنا افتكرت إنه كان بيتعشى واحنا دخلنا عليه. لقيت خالي بيسحب الفكرة من دماغي وبيقول له: لا مؤاخذة يا شيخ شيخون، شكلنا قمناك من على العشاء. لا، انا شفتكم وانتم جايين وعرفت انتم عايزين ايه، علشان كده جهزت المطلوب. اتفضلوا اقعدوا. أنا ساعتها قلت في بالي بدأنا اشتغلت. أول ما قعدنا بص لزينب بنت خالي وقال لها: انت عايزة تعرفي ايه هي املاك جوزك علشان تسد ديونه، مش كده؟ بصراحة أنا قلقت وبطني كركبت، وقلت في عقلي أنا لازم أسحب بهدوء من الحوار ده، كده كده أنا مليش لازمة. طب يا خالي أنا هستناكوا بره لما تخلصوا. اقعد مكانك، ما تتحركش خطوة من هنا. العدد اللي دخل فرد ولازم يفضل كده. اقعد. بصيت لخالي لقيته بيحط ايده على ركبتي وعينه بتقول لي معلش. سكت وقعدت مكاني. من اللحظة دي محدش يتكلم الا لو طلبت منه، والكلام اللي هقوله لكم دلوقتي يتنفذ بالحرف لو عايزين تروحوا بيتكم بسلام. حرفيا كلنا بلعنا رقنا في نفس الوقت. امسكوا ايد بعض ومحدش لأي سبب من الاسباب يفك ايده. الروح اللي انتم عايزينها تختار واحد فيكم علشان تتواصل من خلاله. بصراحة ما قدرتش امسك نفسي ساعتها، قلت له: وانا منهم؟ انتم التلاتة، مراته لأ، ودي اخر مرة تتكلم من غير مطلوب منك. الشخص اللي بتختاره روح بيدخل في شبه غيبوبة، ما بيفتكرش اي حاجة من بعد الجلسة دي. هتهمس له روح باجابات الاسئلة اللي هتسألوها له، وهيتكلم بصوت عادي او هيكتب في الورقة دي. الاسئلة اللي عايزين تسألوها اكتبوها في الورقة دي، وانا اللي هتكلم بس عايز احذركم من حاجة مهمة. الارواح دايما في اول فترة ليها بعد موت صاحبها بتبقى مشتتة، وممكن ما تقدرش تفتكر حاجات كتير او تفاصيل. وولع الشيخ شيخون ال5 شمعات اللي في الشمعدان. بصينا لبعض احنا ال4 وكل واحد مسك ايد التاني. ايد خالي كانت عرقانة وبتترعش، وانا كمان دمي كان نشف. بدأ الشيخ يقول كلام تحس انك فاهمه بس في نفس الوقت مش فاهمه، قريب من الأدعية بس بكلمات غريبة. وفجأة بصوت عالي قال: احضري يا روح المغفور إليه عادل بن عبد الباسط ابن إحسان بنت عبد القادر، نطلب منك الحضور ومعنا الهدايا من أرض الأحياء. تنقلي بيننا واختاري الجسد الطاهر للتواصل معنا. عليك وعلينا السلام. وفضل يكرر الكلام أكتر من مرة. مفيش حاجة حصلت ولا حد اتكلم. كنا عبارة عن عيون النني بتاعها بتتحرك يمين وشمال، ما تفهموش ساعتها كام دقيقة ولا كام سنة عدت في الصمت ده، الله أعلم. بس السكوت ده دخل في قلوبنا راحة غريبة. بعد لما كنا كلنا يعتبر قاطعين النفس، بدأنا ناخد نفسنا واحد ورا التاني. قلت في عقلي بالي ان الراجل ده بيشتغلنا، عايز يلهف القرشين ويستغفلنا. بس قبل ما الفكرة دي تطلع من دماغي، بدأ نور الشموع يتحرك وكأن طيار هوا دخل فجأة، مع ان مفيش منفذ واحد للهوا ولا حتى من تحت عقب الباب. حسيت بشعر ايدي بيقف، كنت سامع دقات قلب خالي، كنت ميت في جلدي من الرعب يا جدعان. وفجأة صوت الشيخ قطع الصمت ده: عليك السلام. سمعنا صوت بيقول: بصيت يميني، ده صوت مرات خالي. بصينا عليها لقينا عينيها ما فيهاش سواد، كلها ابيض بس. ساعتها شيخون بص على الورقة وبص لمرات خالي وقال لها: مراتك عايزة تعرف ورق أملاكك فين.
وفجأة مرات خالي فكت ايديها من ايدين بنتها، حطت ايديها على وشها زي اللي بيلعب استغماية، غرست ضوافرها في جبهتها ونزلت بال10 صوابع خربشت وشها. الكل وقف على حيله وبعد عنها، حتى شيخون. بصت لنا مرات خالي بصة مرعبة وهو قاعد على الأرض مغمى عليها. جري خالي عليها يسندها هو وبنته. مرات خالي كان على وشها 10 خطوط دم. انتوا واقفين، خدوها وامشوا بسرعة. ناخدها فين؟ مش تفهمنا الأول في ايه؟ الروح دي عايزة تنتقم منكم، امشوا من هنا وما تفكروش تستدعوا الروح دي تاني. أخدنا مرات خالي وخرجنا برا البيت. حاولنا نفوقها، رشينا على وشها شوية مية وغسل وشها خالي. لقيناها بتفتح عينيها وبتبصلنا وبرعب كأنها شافت كابوس، وبدأت تصرخ لما حست بالجروح اللي على وشها وشافت الدم نازل منها. أخدنا بعضنا ورجعنا على بلدنا. كنا قاعدين في البيت ساكتين، كل واحد فينا بيفتكر اللي حصل ومش مصدق. روحت البيت وقلت لازم انسى اللي حصل ده بأي شكل. بعدها بيومين بالظبط جالي تليفون من خالي، كان صوته مخضوض وقال لي هات امك وتعالى بسرعة. جريت على بيته، واول ما دخلت لقيتهم قاعدين كأنهم بيعيدوا عزا الحاج عادل تاني. مرات خالي قاعدة هي وزينب، وخالي زي ما يكون يوم القيامة هيقوم. بصيت لخالي وقلت له خير يا خال في ايه؟ جالنا تليفون من شوية بلغونا ان الحاج عادل مات. حاج عادل مين؟ يا خال ده قريبنا ولا ايه؟ الحاج عادل جوز زينب يا مصطفى. لا مش فاهم، ما احنا عارفين انه ميت من شهرين الله يرحمه. لقوا جثته في اوضه في لوكاندا في السويس. يا خال بالله عليك انا مش فاهم حاجة، امال مين مات من شهرين ده؟ الله يرحمه مطرح ما راح، عمل المسرحية دي علشان يهرب من الديون اللي عليه. طب ومات ازاي في اللوكاندا دي؟ اتقتل؟ لا، بيقولوا موتة طبيعية، روحه طلع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا كنت متأكد ان شيخون ده دجال، امال روح مين اللي حضرها؟ روح الحاج عادل برضه. تقرير الطب الشرعي بيقول ان الوفاة حصلت الساعة 9:30 بالليل يوم الحد اللي فات. قصدك انه مات واحنا عند شيخون؟ ساعتها بصلي خالي بصة مرعبة ما كانش ليها غير معنى واحد بس. يا نهار ازرق، حضر روحه وهو عايش؟ مستحيل. يا عم مصطفى اقسم بالله انا قطعت الخلق. ازاي يا جدعان هو ممكن ده يحصل؟ امال انا ليه بقول لكم ما بحبش افتكر الحكاية دي؟ مصطفى ايه يا ابني؟ بقول لك ايه، الدجال ده كان اسمه ايه بالظبط؟ شيخون. ايوه شيخون ايه؟ مش فاكر. شيخون الجعفري اعتقد يعني. يا نهار ازرق. طب يلا يا جدعان من هنا بسرعه قوموا. في يا ابراهيم؟ في ايه يا ابراهيم؟ بصوا كده على المقبره اللي انتوا ساندين عليها دي. هنا يرقد المغفور له الشيخ. شيخون الجعفري؟ شيخون الجعفري. يعني ايه الكلام ده يا رجاله؟ حد فاهم حاجه؟ ثانية واحدة كده، انت قلت الزيارة دي كانت من امتى بالظبط؟ من حوالي 6 سنين. طب انت شايف تاريخ الوفاة اللي مكتوب على قبره؟ 2013. مصطفى انت متأكد ان الحوار بتاعك ده بقاله 5 سنين؟ طبعا متأكد، انا عمري ما هنسى الايام دي. وخدوا بالكم ما تنسوش كمان انها كانت نفس السنة اللي مات فيها الحاج عادل جوز بنت خالي. ازاي يعني يا عم؟ ما هو يا اما الراجل اللي انت قابلته ده منتحل شخصية الشيخ،
وكل اللي حصل معاك ده صدفة، يا إما عفريتو. بقول لكم ايه، احنا لازم نروح بيت الشيخ شيخون ده. مش عارف يا أخي، الواحد ودنه مالها. أنا زي ما كنت سمعت حد بيقول احنا لازم نروح بيت الشيخ شيخون. أكيد تهيؤات. استنى بس يا ابراهيم. مصطفى، انا ما بهزرش يا جدعان، انا الموضوع ده هيفرتك مخي بقاله 5 سنين ولازم اجيب اخره حتى لو هروح لوحدي. يا عم انت مجنون. واحد سحب روح جوز بنت خالك وبعدين طلع اصلا ميت. تروح فين يا عم؟ مصطفى المرة دي بصراحة ابراهيم عنده حق. أول مرة جيت سليمة وربنا طلعك منها على خير، وعدت 5 سنين، هتعيدوا ليه تاني؟ يا جماعة انتوا مش فاهمين حاجة، انا بشوف كوابيس بسبب اللي حصل ده لحد النهاردة، وبعد اللي شفته ده اتأكدت ان انا هنا لسبب، ولو معرفتش ايه السبب ده هفضل طول عمري ألوم نفسي. لما شيخون مات من 10 سنين، امال مين اللي انا كنت قاعد معاه ده؟ محدش فيكم سأل نفسه السبب اللي خلانا نيجي نقعد هنا قدام قبره؟ وتصميم ابراهيم ان احكي لكم كمان الحكاية. ماشي يا درش، خلاص احنا معاك. تصدقوا بالله. خلاص بقى يا عم، احنا جينا مع بعض وان شاء الله هنرجع مع بعض. توكلنا على الله رجاله. هو ده البيت يا مصطفى؟ ايوه هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قول من رب رحيم. خلينا مع بعض، محدش يبعد عن التاني. ايوه الترابيزه البيضاويه كانت هنا والخمس كراسي كمان كانوا حواليها. بصراحة المكان لوحده يرعب. الله يكون في عونك. الحمد لله. المهم ان مفيش حد، وواضح جدا انه بيت مهجور من زمان. يلا بقى بينا. يعني ايه الكلام ده؟ معقول الحكايه تخلص كده؟ خلاص بقى يا مصطفى، احنا عملنا اللي انت عايزه للاخر. واضح جدا ان البيت مهجور من زمان، يعني ايا كان اللي انت قابلته هو دلوقتي مش موجود. جاهز؟ عندكوا حق. يلا احسن انا مش قادر اخد نفسي. يلا بينا. حاسب يا ابراهيم. حاسب يا ابراهيم. انت كويس يا ابني؟ حصل لك حاجه؟ لا انا كويس، بس مش عارف، زي ما يكون في حديدة طالعة من الارض. وريني كده. ده قفل، اكيد في سرداب تحت. وسعوا كده يا جدعان. ده باب مقفول بقفل. بتبص له كده ليه؟ عليا الطلاق بالتلاتة ما انا قاعد. استنى بس يا همة بالله عليك. انت عارف لو مشينا من هنا من غير ما نعرف ايه تحت، هتفضل طول حياتك تسأل نفسك ايه اللي كان ورا الباب ده. بذمتك الفضول مش هيقتلك تعرف ايه تحت؟ والله العظيم حرام عليكم يا جدعان، انا كان نفسي اخلف. محمد ما تضحكناش بقى، اسكت. انا محتاج حاجه اكسر بيها القفل ده. استنى هطلع اشوف اي زلطه او اي حديده بره. استر والنبي يا رب. مالك يا خله؟ اجمد امال. شوف كده دي تنفع؟ حلو قوي دي. يعني يا جدعان الشباب اللي في سننا قاعدين على القهوة واحنا هنا بنزور قبور ونفتح سراديب. فعلا اختار الصديق قبل الطريق. الدنيا ضلمه قوي تحت يا جدعان، مش شايف اي حاجه من هنا. مصطفى شوف لي كده اي خشبه طويله. في رجلي كرسي اهي، امسك. ده زي ما تكون سلالم. له ما في السماوات وما في الارض. استنوا كده، كل واحد يطلع موبايله وينور الكشاف. ايه ده؟ مش باين غير سلالم. واضح ان السرداب ده غويط قوي. ايه رايكم بقى، مين اللي هينزل الاول؟ هيما؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. حول ولا قوه الا بالله. حاسب، انا هنزل الاول. وانا وراك ابو حميد. هيما؟ لله الامر من قبل ومن بعد، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
بقول لكم يا رجاله، انا بقول استناكم انا هنا عشان برضو يبقى في واحد يلحق ينجدكم لو حصل حاجه يعني. ماشي براحتك، بس خد بالك لحسن وانت قاعد كده تلاقي ايدي اتحطت على كتفك، مش هنلحق نطلع ننجدك. لا انا بقول الاحسن ان انا اجي معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ دي شوية كراكيب. في ريحة نتنة هنا. الريحة دي أنا شميتها فين قبل كده؟ طبعا زعلانين قوي، كان نفسكم تلاقوا جماجم وجثث مقطعه. إيه ده؟ شكله غريب أوي الكتاب ده. وريني كده. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مستحيل. مالك يا عم؟ اوعى يكون اللي في بالي صح. أيوه هو ده. هو ده الكتاب اللي أنا حرقته بإيدي. اللهم صل على النبي. أنت متأكد يا أحمد؟ الكتب دي تبقى شبه بعض. طبعا أنا متأكد، زي ما أنا متأكد إني حاسس إن الأوضة دي بتضيق بيا. لا إله إلا الله. امسك نفسك امسك نفسك. ارمي الكتاب ده من إيدك ويلا نطلع من هنا بسرعة. حاسب. إيه ده؟ في حاجة وقعت من الكتاب وأنت بترميه. مش وقته يا رجالة، أنا عايز أطلع من هنا بسرعة. إيه ده؟ دي صورة دي ولا إيه؟ وريها لي كده. دي صورة راجل. هو ده شيخونا يا مصطفى؟ لا 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 لا، مش هو خالص. وروني كده يا رجالة. إبراهيم مالك؟ لا إله إلا الله. مالك يا عم؟ انتوا عارفين دي صورة مين؟ صورة عبد الرحمن. مين؟ يبقى في عبد الرحمن بجد، مش تهيؤات بقى. يعني إيه؟ يعني لو دورت شوية كمان هتلاقي صندوق الدرابوكة اللي مصطفى اشتراه ده. قصدك الديبوك؟ كده يبقى احنا عرفنا مين اللي اشتراه منك على الدارك ويب يا مصطفى. يا نهار اسود، حد سمع الصوت ده؟ صندوق اهو. هو ده يا مصطفى؟ هو ايوه هو ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لازم نطلع من هنا بسرعة قبل ما تحصل كارثة. يا اخوانا، في حد بره؟ يا جماعة حد يفتح لنا الباب يا جماعة. يعني احنا جينا من اخر الدنيا ونزلنا في سراديب في بيوت مهجورة ولقينا الحاجات دي كلها، وفي الاخر تفتكروا هتخلص كده؟ طبعا لا. تعالوا وفروا طاقتكم وخلونا نفكر عشان نعرف هنخرج من هنا ازاي. في حد لقط شبكة في تليفونه؟ انا خارج نطاق الخدمة. وانا طبعا. والموبايلات قربت تفصل شحن من كتر ما استخدمنا الكشاف. هنعمل ايه يا رجال؟ تعالوا نحاول ندور على اي منفذ في السرداب ده او اي حاجة نكسر بيها الباب ده. مفيش حاجة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. استنوا كده. ايه لقيت حاجة؟ احنا دورنا في كل حتة إلا حتة واحدة. فين؟ أرضية السرداب. بسرعة زحوا الكراكيب دي. اهو قفل تاني اهو رجالة، قفل تاني. يا جدعان احنا المفروض نهرب لفوق، مفيش حاجة تحت إلا جهنم. لا ده قفل بس مفيش باب. انا تليفوني فصل شحن. وانا بقول لكم ايه، انا جات لي فكرة. امسكوا في ايد بعض وتعالوا نقرا قرآن. انا مش شايف حاجة يا جدعان، انتوا فين؟ وانا كمان ايدي. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
الباب فتح. يلا يا رجاله يلا. يلا بسرعة قبل ما يحصل حاجة تاني، بسرعة. يلا بسرعة نطلع من البيت ده، اجروا محدش يقف ولا يبص وراه. الحمد لله الحمد لله. الحمد والشكر ليك يا رب. انتوا تمام؟ في حد حصل له حاجة؟ الحمد لله. معلش يا رجاله انا اسف، انا السبب في كل ده. المهم دلوقتي انها مسجد، انا عايز اصلي. في واحد على اول الشارع هنا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قد ايه الواحد بيبقى مطمن وهو في بيت ربنا. بصراحة أنا مش عايز أطلع من هنا. لا، ما احنا مش هنطلع إلا لما الشمس تطلع إن شاء الله، وبعدين طيارة على الموقف. جت سليمة الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لكم يا رجالة، ايه رأيكم نسأل إمام المسجد عن الشيخ شيخون؟ أكيد يعرفوا لأنهم من نفس البلد. يا عم أبوس إيدك، انسى الحوار ده بقى وخلينا نرجع بيوتنا بسلام. إبراهيم، الموضوع ده ما بقاش بخص مصطفى لوحده، احنا التلاتة في حوار بيتعمل علينا، ويا نجيب آخره يا يجيب آخرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا رجالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تقبل الله يا مولانا. حرما يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعا إن شاء الله. ممكن نتكلم معاك شوية قبل الصلاة؟ اتفضل يا ابني. كنت عايز أسأل حضرتك، تعرف حد هنا اسمه الشيخ شيخون؟ شيخ شيخون؟ أيوة، الشيخ شيخون الجعفري. لا يا ابني، معرفش حد بالاسم ده. هو من بلدنا هنا؟ أيوة، من صنع الحجر القبلية. أنا من صنع الحجر القبلية يا ابني، وأعرف كل شبر ونفر فيه. ما سمعتش عمري عن شيخ بالاسم ده. معلش يا عم الشيخ، انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا يا ابني، أنا هنا من أيام ما كانت صنع الحجر دي 5 بيوت بس. طب يا حاج معلش، في بيت مهجور عندكم في مكان لوحده كده والأرض اللي حواليه بور؟ أيوة يا ابني، ده بيت ملعون ومهجور من أكتر من 70 سنة. ملعون؟ دي حكاية طويلة يا ابني. انتوا تعرفوا البيت ده منين؟ بصراحة شيخنا أنا وخالي من حوالي 5 سنين كنا هناك عشان كان عندنا حاجة، والناس دلتنا على الشيخ شيخون يقضيها لنا، وهو استقبلنا في البيت ده. مستحيل يا ابني، بقول لك البيت ده مهجور من أكتر من 70 سنة بعد الحكاية اللي حصلت فيه. حصل ايه؟ دي حكاية لها العجب. صلوا على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. البيت ده كان ساكن فيه واحد اسمه شحاتة، وكان متجوز من بنت عم. فضلوا متجوزين 10 سنين من غير خلفة، لحد ما ربنا أكرمهم وحصل الحمل. وفي يوم الولادة اسطول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ايه الواد ماله؟
ما مالوش يا اختي، ارتاح انت لحد ما شطف الواد. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. امه ما بيعيطش لي زي بقية العيال. مش كل العيال بتنزل معياطي. راجل ابن راجل، هاتيه. يا ساتر يا رب، ايه ده يا وليه؟ ابنك يا سي شحاتة. حكمة ربنا، الواد نزل من غير ودان، واسود، ومفيش ولا شعراية في وشه، لا راسه ولا حتى حواجب، اخرة جواز الجرايد. الله يسامحك يابا، انت اللي بلتني البلوة دي. انا ما كنتش عايز الجوازة دي من اصله، ريتك ما حبلتي ولا خلفتي. وانا ذنبي ايه؟ ده امر الله. اكتمي وما اسمعش منك نفس. ربنا ما قالش اني اتجوز واحدة ما بحبهاش وكمان تخلف لي عفريت. استغفر ربك يا راجل، ما تقولش على ابنك عفريت. امال تسمي ده ايه؟ سيب الواد من ايه؟ حرام عليك، الواد لسه حتة لحمة حمرا. ربنا ياخدكم انتوا الاتنين واستريح من شقتكم السودة. خرج شحاتة من الدار وطلع ينعي بخته ويبكي على حظه، وهو واقف خرجت عليه الداي. انا عايزة اجرتي يا سي شحاتة. اجرتي؟ اجرة ايه يا ولي؟ واني مالي يا سي شحاتة، انا عايزة اجرة تعب. وفي اللحظة دي خطرت على بال شحاتة فكرة أبلسة. طيب ايه رأيك في اللي يديلك عرقك وفوقيه 5 قراريط؟ يا ريت يا سي شحاتة، وفي حد بيعمل كده اليومين دول؟ طب اسمعيني كويس، عايزك تدخلي تموتي الواد وامه. انت جرى مخك حاجة؟ بتقولي ايه؟ هديك ال5 قراريط اللي حيلتي، وهنقول انها ماتت هي والعيل وهي بتولده، ولا من شاف ولا من دري. طبعا ال5 قراريط زغللوا عينيه، وفعلا الداية ما كدبتش خبر. دخلت على مرات شحاتة وهي نايمة وحطت المخدة على وشها وخنجتها لما فرفرت، وراحت عند الواد وحطت المخدة على وشه تكتم نفسه، وفجأة الواد اللي نزل من غير صوت صرخ صرخة مرعبة هزت البيت كله. طلعت الداية تجري زي المجنونة في الشارع، تقطع في شعرها وتلطم على وشها وطبت مات. بعد ما دفن شحاتة مراته خد الواد اللي سماه شيخون. قصدك ان الواد ده هو الشيخ شيخون؟ لا يا ابني، الكلام اللي بحكوهولك ده حصل من اكتر من 70 سنة. لا شيخون بتاعكم ده ولا حد تاني كنا اتولدنا. شحاتة خد الواد لاخت مراته ورماهولها ومشي، ومرت سنة وشحاتة اتجوز تاني، والمرة دي كانت الجوازة على كيف. بيقولوا عليها كانت احلى بنت في البلد كلها. المهم بعد شهر من جوازهم اخت مراته ماتت، وولاد الحلال خدوا له الواد، وطبعا السنيورة الجديدة ما عجبهاش الحال وشرطت عليه يانا يا ابنك، وسابت له البيت ومشي. شحاتة كان خايف يحصل له زي اللي حصل للداي، كان فاكر الواد عفريت بجد وكان مرعوب منه. قعد يفكر يتصرف ازاي لحد ما لحقوا ابليس بالفكرة. شحاتة حفر سرداب غويط تحت البيت ورمى ابنه فيه وقفل عليه باب بالجيف. افتكر ان كده خلص من الواد، وراح رجع مرته وقفل على الخبر مجور.
بعدها بكام يوم بدأت مراته تسمع صوت صريخ زي ما يكون جاي من جهنم. صحت جوزي وقالت له اصحى يا راجل، في حد بيصرخ بره. شحاتي قام مفزوع، واول ما سمع الصوت عينيه برق، وافتكر ابنه اللي رميه في السرداب وقافل عليه لا زاد ولا ميه، وكان فاكره مات. صوت الصرخ كان مرعب، حاجة كده زي الصيحة اللي ربنا نزلها على جوم صالح وشعيب. تاني يوم الناس لقوا شحاتة ميت، وسيخ حديد داخل من ودنه دي وخارج من الودن التاني، ومرته لقوها ميتة وشها متقطع بضوافرها. استنى يا ابني، انت بتقول انت جيت انت وخالك من كام سنة؟ من حوالي 5 سنين بالظبط. بس فهمت. طب ممكن تفهمنا يا شيخنا؟ كان فيه واد مبروك من العيال اللي ربنا رفع عنهم الحساب، اللي مخهم على قده يعني، اسمه شيخون. الشيخ شيخون؟ شيخ هما الناس في بلدنا بتقول على اي واحد مبروك شيخ، وكان ناس كتير بتتبارك بيه. بس ده مات من 7 سنين يا ابني، يعني من قبل ما تقابله. امال انت قابلت مين؟ ثواني يا عم الشيخ معلش، ممكن توصف لي شكل شيخون المبروك اللي بتقول عليه ده؟ هو بصراحة كان شكله يخوف، اللي ما يعرفوش يخاف منه. وشه لون طين الارض ونحيف، وعنده رجل مقطوعة، بس كان بيربط فيها رجل كرسي خشب، رجل صناعية يعني، بس على قد امكانياته. مصطفى شوف لي كده اي خشبة طويلة. في رجل كرسي اهي، امسك. ايوه هو ده اللي انت بتوصفه. ده بتقول مات من 7 سنين؟ ايوه يا ابن الله يرحمه. معلش يا شيخنا، انت متأكد؟ الله طبعا، ده انا اللي دفنه بايدي. بصراحة بقى يا عم الشيخ، احنا في حوار كبير بيحصل معانا ابراهيم. لا يا احمد استنى، احنا فعلا لازم نحكي للشيخ عن كل حاجة. حلو قوي الجو ده يا جدعان، وانا لسه شايف فيلم رعب كده ايه على كيفك يا هيم، احكيهولكوا؟ والله فكرة حلوة، لحد ما النور يرجع. بس بدل افلام الرعب كل واحد ممكن يقول قصة حلوة مرعبة كده حصلت معاه ما حد يعرفه. ساعتها بس عرفت ان الكتاب ده هو السبب في اللي حصل. اخدت الكتاب ونزلت بسرعة الشارع وانا معايا كبريت، ولعت فيه. عبد الرحمن راجل صعيدي جدع ومتدين، كان زميلي في الجيش وكنا دفعة واحدة، بدأنا مع بعض وخلصنا مع بعض. وبعدين سألت على عبد الرحمن، كل واحد قابلني، وكانت المفاجأة مفيش عبد الرحمن. صندوق كنت قريت عنه قبل كده كتير. الصندوق ده هو الدي بوك، وقررت اني اعرضه على الدارك ويب، وحطيت فيه نص الثمن اللي اشتريته بيه. الواد ياسر امه توفت النهارده، يلا كل واحد فيكم يروح يغير، ونص ساعة ونتجمع هنا تاني. دفنة في الشرقية ويدوب نلحق. ليه ذكريات مرعبة في الشرقية ما بحبش افتكرها بصراحة. خلاص يا عم، بلاها أكل وقهوة. درش يحكي لنا موضوع الشرقية اللي مخبي علينا ده. الحكاية بدأت من حوالي 7 سنين. وقتها زينب بنت خالي كانت وصلت لسن 40 من غير جواز. اتقدم لها تاجر اسمه عادل عنده 55 سنة. تاني يوم من سفر جالنا خبر ان عربيته انقلبت في حتة مقطوعة على الطريق وولعت. وفي الوقت ده جه دور مرات خالي وافكارها الشيطانية. من ضمن معارفها كان شيخ زي ما بتقول يعني في الشرقية اسمه شيخون. كان بيت من بيوت الرعب اللي بنشوفها في الافلام، لوحده وسط ارض بور، شكله يقبض القلب. لا،
انا شفتكم وانتم جايين وعرفت انتم عايزين ايه، علشان كده جهزت المطلوب. انت عايزة تعرفي ايه هي املاك جوزك علشان تسد ديونه، مش كده؟ احضري يا روح المغفور ليه، عادل ان عبد الباسط ابن احسان بنت عبد القادر. وفجأة مرات خالي فكت ايديها من ايدين بنتها، حطت ايديها على وشها زي اللي بيلعب استغماية. مرات خالي كان على وشها 10 خطوط دم. انتوا واقفين، خدوها وامشوا بسرعة. انا كنت متأكد ان شيخون ده دجال، امال روح مين اللي حطها؟ يا نهار ازرق، حضر روحه وهو عايش. بصوا كده على المقبرة اللي انتوا ساندين عليها دي. هنا يرقد المغفور له الشيخ شيخون الجعفري. شيخون الجعفري. بقول لكم ايه، احنا لازم نروح بيت الشيخ شيخون ده قفل، اكيد في سرداب تحت. ايوه هو ده الكتاب اللي انا حرقته بايدي. انتوا عارفين دي صورة مين؟ صورة عبد الرحمن. صندوق اهو. هو ايوه هو ده. الباب فتح، يلا يا رجاله يلا بسرعه نطلع من البيت ده، اجروا محدش يقف ولا يبص وراه. بقى هي دي الحكاية. والله يا عم الشيخ من غير لا زيادة ولا نقصان. صادق يا ابني، نصلي وان شاء الله بعد الفجر يبقى لنا كلام تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا عم الشيخ. جمعا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى ما سابش حاجة غير ما اتكلم عنها في كتابه الكريم وسنة نبيه أشرف المرسلين. وأول وأهم حاجة ربنا كان بيأكد عليه وحذر بني آدم منه هي فتن الشيطان اللي بيزينها البني آدم عن طريق الوسوسة. الجن مخلوقات زينا، فيهم المؤمن ومنهم الكافر. الكافر منهم باقي عنده وظيفة واحدة وبس. عارفين ايه هي؟ أكيد الوسوسة. الوسوسة دي الطريقة اللي بيستخدموها للتواصل معاك، زي ما انا بكلمكم كده، بس هو بيوسوس لك في ودنك وانت تفتكرها فكرة وجاتلك. القرآن ده يا ولاد مش كتاب مقدس وبس، لا، ده كتاب تعليمات، زيه زي الكتالوج بالظبط اللي بيجي مع اي جهاز تشتريه. لو انت خالفت التعليمات اللي في الكتالوج يحصل ايه؟ أكيد هتبوظ. الله ينور عليك. ربنا بقى كاتب لك في الكتالوج ده ازاي تحصن نفسك من الجن ووسوسته. يعني مثلا ابراهيم، انت قلت لي ان الجنية اللي طلعت لك في بيت عبد الرحمن قالت لك ايه؟ قالت لي ما تعملش حمام في ارض الدش. يعني انت لو ما كنتش عملت كده ما كانتش طلعت لك، مش كده ولا ايه؟ ايه؟ طبعا لا، ما كانتش طلعت لك. المقصود يا ابني طول ما احنا مطهرين متطهرين ربنا يبعد عنك كل شهر. الناس فاكرة الدين واحكامه وفروضه دي اتاوه، ربنا بياخدها مننا، استغفر الله. الدين ده حماية زي اللي بيصرفوا عليها ملايين بره، بس دي ببلاش ومتاحة لأي حد يسجد لربنا. المهم اللي انا عايز اقوله لكم حمايتكم في تمسككم بدينكم وتطهركم. اما بالنسبة للي حصل معاكم انتوا التلاتة فهو تفسيره بسيط. اولا انتوا مفيش اي علاقة بين اللي حصل مع كل واحد فيكم بالتاني. الموضوع ببساطة ان الجن بيلعب معاكم لعب وهدفه انه يجركم لطريق الداخل فيه مفكوك.
امال الصندوق بتاع مصطفى والصورة بتاعت عبد الرحمن والكتاب بتاعي ايه تفسير وجودهم في نفس المكان؟ يا ابني سمعوكوا وانتوا بتحكوا القصص وماشيين معاكم زي ضلكم يلعبوا بعجولكم عشان يشتتوكم وما تاخدوش بالكم من الوحل اللي كنتم هتغرسوا فيه. سمعونا؟ امال يا ابني دول عايشين واكلين شاربين نايمين معانا في كل حتة، بس احنا ما عندناش القدرة البصرية ان احنا نشوفهم. يعني ممكن يكونوا سامعيننا دلوقتي؟ لا، ما يقدروش يدخلوا المسجد، المؤمن منهم بس. طب معلش يا شيخنا، تفسر بايه حوار الشيخ شيخون اللي حكيتهولك والروح اللي طلعها دي؟ استغفر ربك يا ابني، ما ياخد الروح الا اللي خالقها، ده شغل جن. بس الراجل مات في المكان والموعد اللي ربنا حددهوه صدفة، وانتهاز الصدف دي شغلة الأبلسة دول. يعني احنا دلوقتي نعمل ايه بالظبط مع الجن اللي انت بتقول عليه ملازمنا ده يا عم الشيخ؟ شوف، في طريقين. الأول هو حفظكم على صلاتكم وقرايتكم للقرآن وتطهركم باستمرار وذكر الله، يبعدوا عنكم شرهم. بس أنا عندي فكر، وطبعا مش لزام عليكم، بس انتم عندكم فرصة ترتجوا بيها من رتبة عبد وبس لرتبة عبد وجندي من جنود الله. ازاي؟ تلعبوا انتوا بالجن وتمسحوا بكرامتهم الارض. ازاي يا مولانا؟ هما شايفيننا واحنا مش شايفينهم. انتوا هتمشوا معاهم وتحسسوهم انكم مكفيين على بوسكم وماشيين وراهم زي الغنم لا مؤاخذة، وفي الوقت المناسب تحرجوه واحد ورا التاني. انتوا طبعا مش هتخلصوا ولا هتخلصوا عليه، بس لو حتى واحد منهم بس اتحرج قصاده مليون واحد من المغفلين اللي بيمشوا وراهم. انا زي ما قلت لكم ده رأي ومش لزام عليكم، بس مين يضيع فرصة انه يحارب في سبيل الله؟ انت ايه رايكم يا رجاله في الكلام اللي الشيخ قاله؟ بصراحة انا شايف الموضوع مش محتاج تفكير. مين يا جدعان تجيله فرصة انه يبقى جندي من جنود الله ويرفضها؟ بتضحك عليا يا عم؟ يا عم انت لسه هتتعرف على صاحبك، تلاقيه افتكر نكتة ولا حاجة، ما تضحكنا معاك. هو مش انتوا قلت نكتة؟ انا بقى بضحك عليها. ابراهيم يا ريت ما تستخفش بالموقف، الموضوع مش بسيط. استنى بس يا احمد، القرار ده مش بالسهل كده، اكيد ابراهيم محتاج شوية وقت للتفكير. افكر في ايه يا عم انت وهو؟ انا لو في حاجة بفكر فيها بجد فهي سلامة قواكم العقلية. ابراهيم حاسب على كلامك واتكل على قبل ما تقول كلام يزعل. يا ايه؟ ما سمعتكش. استهدوا بالله يا رجالة، ما تدخلوش الشيطان بينا. انت بتقول فيها احنا حرفيا في شياطين مش شيطان واحد ما بيننا، وانتوا قال ايه عايزين تحاربوهم يا اخي. ابراهيم لاخر مرة اقولها لك، اتكل عقلك، احنا مش صغيرين عشان تتكلم معانا بالاسلوب ده. قول انا مش معاكم واتكل على الله وفارقنا. تمام يا كبير، انا مش معاكم وهتكل على الله وهفارقنا ومن غير سلام. استنى بس يا ابراهيم، احنا مش صغيرين على الكلام ده يا جدع. يا عم ارحمنا، انا ماشي ومش عايز اسمع من حد فيكم تاني. سيبها مصطفى، يلا بينا. الايه؟ عايزين يحاربوا الجن؟ انا من زمان رأيي فيهم انهم عيال مخها لاسع. الحمد لله انها جت على قد كده، نقطة ومن اول السطر. تكس يا باشا. موقف البوجيه يا اسطى. اتفضل يا باشا. اسم ابن الادمي ايه؟ ابراهيم. اخوك الاعور. مسافر على فين يا باشا؟ بورسعيد ان شاء الله. مش ممكن، حظك حلو يا باشا. حظي؟ ده كان اخر دور، كنت هوصلك الموقف وانزل على بورسعيد. وانت من بورسعيد؟ انا من كل حتة يا باشا، بس في زبون تبعي نازل اجيبه من هناك. تمام، بس هتاخد مني كام؟ مش هنختلف، انا كده كده نازل،
ولو مفيش خالص ما يهمكش. لا يا عم مش للدرجات دي. طب ايه رايك بقى اني هوصلك لحد بيتك كمان ومن غير ولا مليم؟ ليه يا عم؟ عليك نادر بالتوفيق. يعني اعتبرها حاجه زي كده. والله يبقى كتر خيرك. لا ولسه لما تعرفنا اكتر هتلاقي الخير معايا كتير. بقول لك ايه، انا في 2 صحابي كانوا معايا لا معلش يا باشا، انا كده هتاخر على زبوني. بقول لك ايه يا اسطى، ما تشغل لنا الشيخ عبد الباسط. قشطه نهارك فل. ايه ده يا عم؟ انا بقول لك الشيخ عبد كله محصل بعضه يا باشا، روق كده وفك. احسن انت باين على وشك زي ما يكون قضيت ليله صعبه او شفت عفريت. انت بتقول فيها ايه ده بجد؟ طب ما تحكي له ونتسلى في الطريق. انا لو حكيت لك مش هتصدق، يبقى بدل ما توصلني بلدي تحود وتاخدني على الخنكه. لا ما تقلقش، خد راحتك واحكي انت بس. ماشي يا سيدي، صلي عني. ما تفتح يا بني ادم، ده كل بلا بهايم. لا مؤاخذة يا باشا، احكي. انا و2 صحابي جينا امبارح عشان نحضر عزا واحد صاحبنا امه ماتت. وفي الاخر يتعصب عليا يا سحمة عشان ما وافقتهمش في الجنان اللي الشيخ قاله لهم وهم عايشين قوي في الدور. لا مؤاخذة في السؤال يا استاذ، وانت ما وافقتهمش ليه؟ اوافق على ايه يا عم انت التاني؟ في حد يحارب جن؟ عندك حق، الامانة انت مخك عاجبنا يا باشا. واصحابك دول لو مشوا في الطريق ده ملهمش راجع. يا عم هم احرار، انا ماليش فيه، ربنا يهديهم. ايوه بس هنا يا اسطى، هو ده البيت. هنا يا باشا؟ ايوه يا معلم، الف شكر. خد دول بس، حاجه بسيطه كده. لا يا باشا، انا قلت لك مش هاخد منك حاجه، وكمان عندي ليك نصيحه ولا مؤاخذه يعني. نصيحه ايه؟ فارق صحابك دول سكتهم غير سكتك، هما داخلين على ايام سودة. اسمع مني، انا عشت كتير وشفت كتير. ربنا يهديهم. متشكرين يا ريس على الواجب ده، والله يعني مش عارف اقول لك ايه. ولا يهمك، بس ما تنساش اللي قلت لك عليه. بقول لك يا درش، احنا بقالنا يومين من ساعة ما رجعنا والواد ابراهيم ولا حس ولا خبر. ما تعرفش اخباره ايه؟ لا، انشغلت في كام حوار كده بصراحة. بقول لك ايه يا ابو حميد، ما خلاص بقى يا عم، ابراهيم صاحبنا من زمان وما ينفعش نزعل منه، عيب علينا والله. انت ما سمعتش كان بيتكلم معانا ازاي؟ يا عم انت عارفه كويس، قلبه خفيف ولازم نعذره. الموضوع كمان مش بسيط يا احمد، واللي شافه معانا مش قليل. اكيد اعصابه تعبت بعد ما كنا هنتدفن بالحياة في بيت شيخون. يعني هو كان لوحده؟ ما احنا كمان كنا هناك، وانت صغرنا سنا ومع ذلك ما عملت زيه. يا ابو حميد، انت السيد اللي عارفين صوابعك مش زي بعضها، وكل واحد ليه طاقته تختلف عن التاني. علشان خاطر انا بقى خلاص. عندك حق، خلاص كلمه انت. ما تقلقش يا عم، هكلمه انا واعمل نفسي بحاول اصفي الخلاف اللي بينكم. ماشي يا درش. انا مش عارف في ايه، ده عيب شبكه ده ولا ايه؟ ولا عمل لنا بلوك؟ معقول الدرجه دي؟ طب جرب انت من تليفونك كده. مش قلت لك؟ الواد ده بيستهبل ولا ايه؟ بصراحه لو فعلا عمل لنا بلوك يبقى اتجنن. يا عم مصطفى سيبك منه، واضح انه فكر وخد قراره، ربنا يصلح حاله. مساء الفل يا عم حسن. يسعد مساك يا فنان، اجيب لك حاجه؟ واحد قهوه والنبي يا عم حسن. وعندك واحد سكيتو وصلاحه.
القهوة يا فنان. تسلم ايدك. بقول لك يا عم حسن، أؤمر. ما شفتش حد من الرجاله النهارده؟ كانوا هنا من شوية، لسه ماشيين. عيال اندال، محدش يسأل عليا بعد اللي شفته بسببهم. بس بصراحة انا برضو زودتها شوية. مهما كان يعني برضو عشرة عمر، وبصراحة كتير وقفوا معايا. انا هكلمه. احمد عامل لي بلوك. ماشي. حتى انت يا مصطفى. عموما انا عملت اللي عليا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا باشا باشا. مين؟ ها؟ ايه يا اعور، انت لسه في بورسعيد؟ لا طبعا يا باشا، رحت ورجعت يجي 3 مرات. طب بقول لك ايه، انت وراك حاجه دلوقتي؟ امورني يا باشا. بصراحه انا استجدعتك في الواجب اللي عملته معايا، ولازم يعني اردهولك. تعالى معايا. على فين يا باشا؟ هاكلك اكله سمك وجمبري على مزاجك. سبقتك تسلم، لسه متعشي من شويه. يا عم عايزين نعمل معاك الواجب. بقول لك ايه يا باشا، سيبك من المجاملات. انا كنت عايز اتكلم معاك في مصلحه هتاكل من وراها الشاه. مصلحه ايه؟ اتك على الصبر انت وتعالى اركب. على فين؟ هسهرك سهره ما يحلمش بيها بني ادم، وهناك هقول لك ايه هي المصلحه اللي هتغير لك حياتك وتفتكرني بيها عمرك كله. وصلنا يا باشا. ما بلاش يا باشا دي يا عم، احنا خلاص بقينا اصحاب. ماشي يا عم ابراهيم. هو احنا فين؟ انا انشغلت معاك في الكلام وما خدتش بالي، بس اخر حاجه فاكرها ان احنا كنا داخلين تقريبا على طريق الرسوة، بس انا عمري ما شفت الحته دي. قلت لك هوريك اللي عمرك ما شفته. ده مكان ولا الجن الازرق يعرف طريقه يا اخي. تفتكر؟ انت تعرف المكان ده منين يا عم؟ ده انا اللي اسمي بورسعيدي اول مره اشوفه. طب تعالى انت لسه ما شفتش حاجه. ايه ده يا عم؟ ايه المكان ده؟ المكان ده هنا؟ عيش حياتك يا خلو وبلاش اسئله كتير وانبسط. ايه يا عم كل النسوان والفجر ده؟ ازاي الحكومه سايباهم؟ اكيد مسنودين. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ما تخلينيش اغير فكرتي عنك. انا قلت دماغك حلوه، مالك انت ومال الحكومه وصاحب المكان؟ وقعت في طبق مهلبيه بالمانجا، القط وانت ساكت. لا يا عم القط ايه، انا حتى ما بشربش، مستحيل اعمل حاجه تغضب ربنا. ما تجيبش اسمه تاني على لسانك. ايه يا عم مالك، انت اتحولت كده ليه؟ لا مؤاخذة يا خلة، معلش، اصل انا بصراحة الكلام ده بيقفلني. احنا جايين ننبسط ونفك. يا عم بس الحاجات دي حرام. يا عم عيش حياتك وما تفكرش كتير، لو على الحلال والحرام يبقى صوم 3 ايام. الامير الاعور منور يا كبير. فل يا ميمون، ايه الاخبار؟ كله تمام يا ابن الاكابر. طب ظبط لنا قعدة على مزاجك. كله جاهز يا كبير، اتفضلوا من هنا. اتفضل يا خلة، خش برجلك اليمين. بقول لك يا عور، مش هتقول لي ايه هي المصلحه اللي قلت لي عليها؟ انت مال طلقك حامي كده يا باشا؟ اتقل تاخد حاجه نظيفه. كله تمام يا كبير. فوق النمره 1، اهبق انت ولع خله. ايه ده يا عم؟ دي حاجه ما تلاقيهاش غير عندنا وبس.
دي طيرتني فوق السحاب. لا ولسه شوية كده وهتنزلك جهنم. الله يحرقك. اكتر من كده. خمسة ورجع لك يا خلة. وماله حبيب 60 داهية. لو سمحت. مين انا؟ طبعا انت. هو في حد قاعد هنا الا انت؟ تحت امري. ممكن موبايلك اعمل مكالمة مهمة؟ اه طبعا اتفضلي. بس مفيش شبكة هنا غير في الدور اللي فوق. وماله اطلعي ولما تخلصي رجعيه، انا قاعد هنا. مش خايف اخده اخلع؟ ايه؟ لا ده عليه اقساط. خلاص تعالى معايا. طبعا هاجي معاكي، معلش حرص ولا تخون، مش كده ولا ايه؟ ايه يا خلو، كنت غطسان فين يا عفريت؟ سيبني انا راكب فوق السحاب. لسه راكب؟ طب هتنزل فين؟ انا عندي ليك مليون سؤال، بس سؤال واحد نفسي اعرف اجابته. ماشي اسأل يا خلو. انت الناس بتعاملك ولا كأنك ابن ملوك، وانت لا مؤاخذة سواق. طب فتح لي ودنك كويس واسمع المفيد. اعرفك بنفسي، انا الاعور ابن ملوك الجن عزازيل او ابليس زي ما انتوا بتقولوا عليه. احلف. تحب اثبت لك؟ انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ اخبار صحابك ايه؟ لسه عاملين لك بلوك؟ انت عرفت منين؟ ما انا قلت لك، ولو عايز تعرف هما فين وبيعملوا ايه دلوقتي اقول لك. يعني انت جن؟ ومش اي جن، انا مارد من 5 اولاد لابليس. انا عايز اروح يا عم، انا دماغي لفت وبدأت اسمع حاجات غريبة. ما تخافش، انت عاجبني وانا مش هأذيك الا لو عصتني. عايز مني ايه؟ انا مش هقول لك اسجد لي ولا سلم لي روحك، ولا يفرق معايا تؤمن بمين ولا تعمل ايه. انا كل اللي عايزه منك تسمع اللي هقول لك عليه وما تعرضنيش. لو عايز ما تشوفش وشي الحقيقي. انا هديك اللي عمر ما انسي حلم بيه، قوة ومال وسلطان، وفي المقابل عايزك تساعدني في مهمتي. مهمة ايه؟ مش لازم تعرف، بس عايزك تبقى واحد من رجالتي اللي بيشتغلوا في الاعمال وتحضير الارواح. بس انا معرفش حاجة عن العالم ده. انا هعرفك كل حاجة، المهم الطاعة. ولو رفضت؟ هحزنك على اهلك واحد واحد، وهخلي عيشتك جحيم، وفي الاخر يا تتجنن يا تنتحر. اشمعنى انا؟ عجبتني دماغك، وعجبني كمان انك ما سمعتش كلام الولية المغبولة اللي قابلتها في بيت عبد الرحمن. يعني انا ايه المطلوب مني بالظبط؟ هيجيلك ناس كتير سمعوا عنك انك بتساعد الستات اللي ما بتخلفش انهم يخلفوه. ودول هيسمعوا عني ازاي؟ دي شغلانتنا احنا بقى. وبعدين؟ هتعرف ساعتها، كله بأوان. السلام عليكم يا عم حسن، شوية شاي 50 والنبي. وعندك واحد شاي في 50 وصاية. اتفضل يا مولانا. مولاكم؟ ما تنساش اللي قلت لك عليه، يا هتتجنن يا تنتحر. في ناس جم سألوا عليك من شوية يا شيخنا، وانا قلت لهم انك شوية وتيجي. هم جايين هناك هم. سلام عليكم يا شيخنا، ايدك ابوس. استغفر الله يا ست، اي خدمة. بنتي بقالها 3 سنين متجوزة وما خلفتش،
وجوزها حالف عليها يمين طلاق لو ما خلفتش السنة دي. لفيت بيها على كل الأولياء وحتى الدكاترة، بس مفيش فايدة لحد ما ولاد الحلال دلوني عليه. أنا جاية لك من آخر الدنيا، والنبي ما تكسر بخاطري. قول لأهلك هتروح تزورهم يوم السبت اللي جاي. خلاص يا ست، انا هجيلكم يوم السبت اللي جاي الساعة 9 بالليل. ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك ويكبر بخاطرك زي ما كبرت بخاطري. العنوان اهو، هنستناك يا مولانا. وبعدين يا عمر؟ هاجي معاك بالتاكسي اكني بوصلك، وهناك اقول لك هتعمل ايه. البيت اهو. اسمع، هتدخل عليهم وتطلب من الست انها تدي لبنتها الازازة دي تستحمى بيها وما تخرجش من الحمام. في نفس الوقت تكون انت قاعد مع اهلها وتأكد عليهم محدش يدخل مهما حصل ومهما البنت صرخت، وان ده في مصلحتها. واكد لهم ان في خلال شهر هتكون بنتهم حامل، وسيب الباقي عليا. طب وهفضل قاعد معاهم لامتى؟ اول ما تسمع صوت صرخة البيت طمنهم ان المراد حصل، واخرج هتلاقيني مستنيك في العربية. تمام. وان شاء الله الشهر ده مش هيعدي الا وبنتكم حامل. ايه ده؟ انت مين؟ انا جندي من جنود الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مشكلتي عقدك الريح. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. عاش رجاله. الحمد لله عدت على خير. بصراحة يا جدعان، متعة حرق الأعور ابن الأحول ده نست الواحد الرعب اللي كان عايش فيه. صحيح. احكي لنا يا ابو خليل، ايه اللي حصل معاك وانت مع الأعور؟ بصراحة ابراهيم احنا كنا خايفين عليك قوي. بعد ما اتفقنا احنا التلاتة على كل حاجة في المسجد، ايه رأيك يا رجالة في كلام الشيخ؟ مش محتاج رأي يا ابو حميد، زي ما قال الشيخ بالظبط. مين تجيله فرصة يبقى جندي من جنود الله ويضيعها من ايده؟ طبعا مش محتاجة كلام. تمام. اولا احنا عشان نضمن ان الجيل ما يسمعوناش واحنا بنتفق عليهم، نتقابل في المسجد كل مرة نخطط فيها، ونبدأ اول جلسة دلوقتي. توكلنا على الله. توكلنا على الله. هنخرج من هنا ونعمل مشكلة ما بيننا. انت ايه رايك يا رجاله في الكلام اللي الشيخ قاله؟ بصراحة انا شايف الموضوع مش محتاج تفكير. مين يا جدعان تجيله فرصة انه يبقى جندي من جنود الله ويرفضه؟ بتضحك عليا يا عم. يا عم انت لسه هتتعرف على صاحبك، تلاقيه افتكر نكتة ولا حاجة. ما تضحكنا معاك. هو مش انتوا قلت نكتة؟ انا بقى بضحك عليها. ابراهيم يا ريت ما تستخفش بالموقف، الموضوع مش بسيط. استنى بس يا احمد، القرار ده مش بالسهل كده.
اكيد ابراهيم محتاج شويه وقت للتفكير. افكر في ايه يا عم انت وهو؟ انا لو في حاجة بفكر فيها بجد فهي سلامة قواكم العقلية. ابراهيم حاسب على كلامك واتك على عقلك قبل ما تقول كلام يزعل. يا ايه؟ ما سمعتكش. استهدوا بالله يا رجاله، ما تدخلوش الشيطان بينا. انت بتقول فيها احنا حرفيا في شياطين مش شيطان واحد ما بيننا، وانتوا قال ايه عايزين تحاربوهم يا اخي. ابراهيم لاخر مره اقولها لك، اتك على عقلك، احنا مش صغيرين عشان تتكلم معانا بالاسلوب ده. قول انا مش معاكم واتكل على الله وفارقنا. تمام يا كبير، انا مش معاكم وهتكل على الله وهفارقكم ومن غير سلام. استنى بس يا ابراهيم، احنا مش صغيرين على الكلام ده يا جدع. يا عم ارحمنا، انا ماشي ومش عايز اسمع من حد فيكم تاني. سيبها مصطفى، يلا بينا. في نفس اليوم ابراهيم هيقابلنا الفجر في المسجد عشان نعرف حصل معاه ايه ونرتب للخطوه اللي جايه. اهم حاجه يا ابراهيم لازم تاخد بالك منها، مهما شفت ومهما حصل ما تصدقش اللي انت شايفه حتى لو كان بالنسبه لك حقيقي. يلا خلة اطلع نام دلوقتي، ما تنساش اللي اتفقنا عليه. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا ابو خليل، ايه الاخبار؟ انا كنت هموت من الرعب يا جدعان. قدها ودود يا هيمن، وما تنساش ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ونعم بالله، ما هو ده اللي كان مقويني. صحيح يا رجاله، انتوا عملتوا لي بلوك. تصدق بقى ان احنا كمان اتصلنا بيك لقيناك عامل لنا بلوك. انا كنت عارف ومتاكد انهم هيحاولوا يوقعوا ما بيننا عشان ما يبقاش فيه فرصه للتاثير على ابراهيم. المهم احكي لنا اللي حصل معاك من ساعه ما سيبناك لحد دلوقتي وبالتفصيل. تكس يا باشا. موقف البوجيه يا اسطى. اتفضل يا باشا. وبعدين خدني على مكان جوه في الرصوه كده، وكان في وسط الارض مبنى شكله زي اللي تحت الانشاء، بس اول ما فتح الباب ايه ده يا عم، ايه المكان ده؟ المكان ده هنا؟ عيش حياتك يا خلو، بلاش اسئله كتير وانبسط. وبعدين اداني سجاره، طبعا كنت عارف انها متلغمه، بدلتها بخفه يد بسجاره عاديه وعملت فيها مسطول. ولع خلة. ايه ده يا عم؟ دي حاجة ما تلاقيهاش غير عندنا وبس. دي طيرتني فوق السحاب. وبعدين جت واحدة تطلب مني تعمل مكالمة من التليفون. لو سمحت. مين أنا؟ طبعا انت، هو في حد قاعد هنا الا انت؟ تحت أمرك. ممكن موبايلك اعمل مكالمة مهمة؟ طبعا اتفضلي. بس مفيش شبكة هنا غير في الدور اللي فوق. وماله؟ اطلعي ولما تخلصي رجعيه، انا قاعد هنا. مش خايف اخده اخلع؟ ايه؟ لا ده عليه اقصار. خلاص تعالى معايا. طبعا طلعت وراها وفوق اخدت منها رقمها ووعدتها انها هتصل بيها. انا كنت خايف عليك انك ما تقدرش تتحكم في نفسك اول ما تشوفها. بص انا فعلا كنت شايفها جثه او جنيه، عشان كده ما كانش صعب عليا ان اتماسك يعني. انا كنت مرعوب منها يا عم. ها وبعدين؟ طب فتح لي ودنك كويس واسمع المفيد. اعرفك بنفسي، انا الاعور ابن ملوك الجن عزازيل او ابليس زي ما انتوا بتقولوا عليه. بصراحه يا جدعان انا شعر ايدي واقف من الرعب، بس كنت طول الوقت بذكر الله في سري، وده اللي ثبتني. واتفق معايا انه هينشر خبر اني بفك العقد والاعمال، واللي في ناس هتجيلي عشان اساعد بنتهم اللي ما بتخلفش. حلو قوي الكلام ده ابراهيم،
اول ما تاخد العنوان سيبه مع فلوس الحساب مع عم حسن وسيب الباقي علينا. الحمد لله، اول ضربة قاضية. يلا بينا يا رجالة. ايه ده يا جدعان؟ الراجل اللي هناك ده مشيته غريبة قوي. المشية دي مش غريبة عليا يا جدعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن؟ مين؟ ما تخافوش يا رجالة، أنا جاي برسالة واحدة. بارك الله فيكم. ربنا سبحانه وتعالى له جنود أشداء على كوكب الأرض، جنود في السماوات وجنود في الأرض. أحسنتم يا أولاد، ربنا يثبتكم وينصركم.